النهارده هنروح رحله جديده في الاطباق البسيطه في المطبخ الايطالي. طبق بسيط ومكونات بسيطه لكن الطعم فعلا مميز وجديد. هنعمل النهارده باستا بورو سالفيا، بس هنعمل لمسه حديثه شويه. فكالعاده يلا نشوف الوصفه، وانا وبعمل الوصفه هفهمكم يعني ايه معنى الطبق. انا ايساك وده مطبخ لافوركيتا. طيب كالعادة أول حاجة هنعملها نشوف المكونات بتاعتنا. عندنا مكرونة، زبدة، ورق سالفيا أو ورق مريمية، ليمون وملح. طيب أنا كنت قبل التصوير حاطط المية تغلي على النار، هي دلوقتي غليت، فهنحط ملح وهننزل بالمكرونة بتاعتنا. طيب أنا المكرونة بتاعتي بتستوي في 12 دقيقة، فأنا هسويها في 9 دقايق بس، وبعد ال9 دقايق هوريكم هنعمل إيه. لحد ما ال9 دقايق بتاعتنا تعدي هشرح لكم يعني ايه معنى الطبق. باستا طبعا انتوا عارفين يعني مكرونه، بورو اللي هي زبده، وسالفيا اللي هي ورق مريميه بيقولوا عليها في مصر. فباستا بورو سالفيا اللي هي مكرونه بالزبده والسالفيا. طيب احنا قلنا هنديها لمسه حديثه. المفروض ان هو الطبق الاصلي طبعا بيقف على المكونات دي بس، لكن احنا هنحط له عصره ليمون صغيره. بصوا ان عصره الليمون دي هتودي الطعم في حته ثانيه، واكد لكم انكم هتاكلوا حاجه طعم اول مره تدوقوه في حياتكم. 9 دقايق يعتبر قربت تخلص، فيعتبر الميه بتاعتنا دلوقتي بقت مليانه من النشا بتاعت المكرونه. فهنبدا ناخد زي كبشه ميه كده، ونحط الزبده بتاعتنا ساقعه من الثلاجه، ونحط كمان ورق السالفيا او المريميه بتاعتنا. نبدا نشغل عليها على نار متوسطه. زي ما انتم شايفين دلوقتي الزبده مع الميه اللي مليانه من نشا المكرونه بداوا ينسجموا، عشان دي اللي هتطلع الكريمه بتاعتنا. انا ال9 دقايق بتاعتي خلصت، فانا هطفي على المكرونه وهبدا انزل بيها في الزبده والميه والسالفيا بتاعتنا. الريحه بدات تطلع، الزبده ريحتها مفحفحه مع ريحه السالفيا رهيبه. طيب تمام، المكرونه بتاعتنا بدات تستوي. هنبدا ننزل بعصره صغيره من الليمون، نقلب. شايفين الكريمه بدات تتكون ازاي؟ تمام، دلوقتي المكرونه جاهزه معانا، هنطفي عليها وبكده المكرونه بتاعتنا تبقى جاهزه. يلا نحضر الطبق. دلوقتي وصلنا للفقرة المحببة إلى قلبي، يلا ندوق. طبق شكله رهيب. دوق. عايز أقول لكم رهيبة بجد، طعم فعلا يستاهل إنكم انتوا تجربوه. لمسة الليمون بجد موديها في حتة تانية، لأني أنا متهيألي من رأيي ان الباستا دي من غير ليمون الزبده هتبقى متقلاه قوي. الليمون مدياله كونتراست ولمسه فريش حلوه جدا. انا كده هخلص الطبق. وبكده يبقى وصلنا لنهايه وصفتنا النهارده. لو عايز تشوف اي وصفه ايطاليه تاني عرفني تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك في القناه. هستناكم في وصفه جديده مع مطبخ لافوركيتا. تشاو.